السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد، جايبه لكم حاجة حلوة كده على الماشي. عيالي يا دوبك نزلوا المدارس، وأنا قلت أنزل بقى السوق كده أشوف حاجة حلوة ليهم. كويسة. رحت لقيت البطاطا قدامي كده، فرحت بيها عشان بقالي مدة ما كلتهاش. وقلت حاجات تغذي العيال بعد ما راحوا المدرسة والكليات، وقلت تمام زي الفل. رحت واخداها ورحت حطاها في قارونة أكبر من القارونة اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت في عليها مية وسبتها يجي ساعتين. منها تنزل الطينة بتاعتها، ومنها لأن هي تطرى كده من جوه ومتاخدش وقت كتير في السوا. رحت واخداها وجبت الليفه بتاعتي بتاعت تنظيف الاكل، ودي اديها كده، وقعدت اغسلها من فوق ومن تحت وتمام زي الفل. ونزلت منها طينه، ونزلت منها الطينه كده وخليتها زي القشطه كده زي ما حضراتكم شايفين. وقطعت البوزها الاولاني كده، من فوق ومن تحت قطعت البوز كده بتاعها، وغسلتها كويس وسبتها كمان تكمل بقى النقع بتاعها وهي نضيفة. ما احنا ما نقطعش الاخر البطاطايه كده ولا اولها قبل ما نغسلها من الطينه، علشان الطينه ما تدخلش كلها او الميه اللي مش نضيفه تدخل جوه البطاطايه كده. تمام. وغسلناها وزي ما حضراتكم شايفين زي القشطه. ان كان ابنك بقى هياكلها بقشرها يبقى زي الفل، وانت ضامنه ان انت غسلتيها كويس ونزلتي منها الطينه كلها، يبقى ياكل ويشبع منها. ان كان بيشيل القشية تمام، ان كان ما بيشيلهاش ياكلها بامان. دلوقتي يا جماعة، دلوقتي هنقصصها في الفرن بقى بتاعنا. قصصناها قدامكم وهعلق عليها بقى الفرن وهقفل عليها. دلوقتي جبنا الصينية بتاعتنا، حطينا فيها 3 4 معالق شوكولاتة خام، او عندك نوتيلا حطي عليها حبة لبن وحتة زبدة وسيحيها كده على النار. احنا عندنا كاكاو خام، حطينا 4 معالق، وهنحط عليها 4 معالق سكر، وهنحط عليها 3 معالق زيت وربع كوباية مية. لو لقيتوها ماسكة شوية يبقى نص كوباية مية. وهنقلبها شوية كده حلوين كده على النار لحد ما تستوي خالص، ما يا دوبك تغلي غلوتين كده. وخدناها وحطيناها على النار، وهنسيبها دلوقتي بقى معلش الفيديو فصل معايا. رحت واخداها غلوتين ويكناها على جنب. قبل بقى ما تبيض شوية طلعنا البطاطا اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهنصصها بقى كده يا جماعة. وقلنا النهاردة هنعمل ابتكار جديد في البطاطا يحليها اكتر واكتر، وهي طعمها جميل جدا اليومين دول في السوق. هنفتحها بقى كده يا جماعة. بص السوا ما خدتش معايا ساعة في الفرن، ويا دوبك شفتها ولقيتها زلابية زي القشطة. دلوقتي بقى يا جماعة هناخد الكمية بتاعتنا دي، هنفتح كده واحدتين منها بالسكينة، وهنجيب الشوكولاتة بتاعتنا بقى قبل ما بردت شوية عشان البطاطا سخنة جدا اول ما طلعت. وهنفتحها كده يا جماعة، وهنجيب بقى الشوكولاتة بتاعتنا كده علشان تكون باردة شوية، علشان تقدر تثبت كده في البطاطا. هناخدها بقى يا جماعة، وهنجيب المعلقة بتاعتنا. عندنا زجاجة كده ببسبوس صغنن، تقدري تنزلي منه الشوكولاتة في قلب البطاطا. تمام. ما عندكيش المعلقة، احنا ما عندناش حاجة توقفنا. المعلقة كده زي ما حضراتكم شايفين، ونقعد نحط فيها من جوه. وهنجيب بقى الشوكولاتة وهندي بقى اشكال زي ما انتوا عايزين. عفوا. وخدنا بقى بعضنا كده وايه ونسيبها تبرد شوية. نسيبها تبرد لحد بقى ما تلاقيه، لحد ما تمسك في بعضها والبطاطاية كده تبرد. هتبقى طعمها جميل، والشوكولاتة لازقة فيها ولا بتقع ولا بتصيصب وراك. وبعد كده هناخد بقى التانية وهنحطها مولعة على ايديا. هناخدها بقى وبرضو تمام. بص الدخانة فيها. وهنعمل كده. عندك النوتيلا يا ستي اعملي زي ما انت عايزة وعيشي.
ان شاء الله هعمل لكم البطاطا كذا فيديو كده ان شاء الله. وما تنسوش وما تنسوش تبصوا تحت يا جماعة في صندوق الوصف. هنزل لكم كل الحلويات اللي انا عملتها والكيكات والحلويات والباتيهات. هنزل لكم القائمة كلها بتاعت الحلويات. وهي يا جماعة احنا حطيناهو الشوكولاتة، وزي ما حضراتكم شايفين والله الشكل والطعم هيبقى زي جميل جدا وجديد لأولادكم كمان، وهيفتحوا نفسهم. اللي ما بيحبش البطاطا هتفتح نفسه جامد. وما تنسوش تدعموا قناة أم ياسين على قد الإيد باللايك والشير والسبسكرايب، وتعملوا اللايكات الكتير عشان ترفع الفيديو. وهو الفيديو بتاعنا اهو يا جماعة كده اخره. وما تنسوش تدعموا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.